يعني قله النوم بتخلي الواحد يجوع فياكل كتير فيشرب كافيين كتير عشان يبقى مركز، عشان يعرف يبقى سهران كتير. من اكتر الناس اللي عندها مشكله دي اللي انا اتعرضت لهم، وكنت مشرف على التغذيه بتاعتهم وازاي ان احنا نوصل لهم التغذيه بشكل كافي، الطيارين. يعني كان في كامبين عاملينه عشان نحسن الكواليتي اوف لايف بتاعت الافيشن، الافيتورز اللي هم الطيارين. الافيتورز مشكلتهم ان هم النهارده بيصحى في بلد بيلاقي نفسه في بلد تانية. طب ده بيعمل حاجه اسمها اللاك تايم. انت اصلا التوقيت نفسه مختلف. يعني انت ممكن تسافر الصبح تلاقي نفسك وصل الصبح اصلا، وتاخد الرحله بتاخد 10 ساعات ولا 12 ساعه. فبالتالي انت تلاقي نفسك ان انت طول اليوم في الصبح. طب فالناس دي بتبدا، يعني اللي بعض الناس او معظم الناس ما تعرفش ان في حاجه اسمها دايت للافيتورز، افيشن دايت، افيشن نيوتريشنست. ده تخصص موجود بره في انجلترا، متخصص في الايه، في التغذيه بتاعه الطيارين. تمام. فالافيشن دايت ده ان انت تبدا تعمل دايت معين بيحسن تواكب الجسم والمخ مع اللاك تايم. اللاك تايم ده اللي هو تغير عدد ساعات النوم وساعات الصحيان واختلاف التوقيت. ففي دايت معين يقلل الخطوره او التعب اللي بيحصل للطيارين. فبالتالي احنا عايزين نقول ان ممكن احنا نبدا نفكر بقى ان كل الناس النايت شيفت يبدا يمشوا على الافيشن دايت ده، ان هو يبدا ياخد دايت معين